يا هلا بالمشاهدون. بص بقى يا رايق، انا هقدم لك معلومات ونصايح جميله جدا وهتستفيد منها وهتديك طاقه وهتشجعك وهتحفزك. بس ما تنسانيش بقى باللايك الحلو بتاعك اول الفيديو والاشتراك لو مش مشترك، واسمع الفيديو للاخر وهيا بنا. نصائح للنجاح والايمان بذاتك وقدراتك. فإذا أردت أن تنجح تخلى عن الأفكار السلبية التي تسيطر عليك وتجعلك تتراجع عن تحقيق حلمك، فحلمك يمكن أن يكون ممكن لا مستحيل إذا توفرت لديك العزيمة والإرادة القوية، حيث أنه كلما كان الحلم كبير كلما احتاج قوة وإرادة وتحمل مصاعب وجهد أكبر. ويجب أن تعلم إن أي إنجاز كبير بدأ من حلم صغير ولكنه تطور، لذلك لا تعبث بأحلامك وإمكانياتك على تحقيق حلمك. أضع الفشل أمامك لكي تستطيع التغلب عليه ومواجهته. فالأشخاص الناجحون تعرضوا لنوبات فشل عديدة ولكنهم تغلبوا عليها وحققوا النجاح الذي يريدونه. حدد مكان نفسك وأصنع إمجاد نفسك، وابتعد عن الاستسلام حتى تستطيع تكوين شخصيتك ومواجهة العقبات. تقبل الغير، وإذا كنت ترغب بعدم الاستسلام عليك وقتها تقبل جميع الصدمات والتأقلم عليها، وأن تتعامل مع التغيير لأن تتقبله فقط، وأن تركز أيضا على المحاور الجديدة المتاحة وأن تضع لها الخطة لكي تنجح. التعلم من الأخطاء وليس مجرد التعايش معها، كما عليك أن تضع بعض الخطط حتى تتلاشى الوقوع في نفس الخطأ مرة أخرى. قد تجد ثقتك بنفسك متزعزعة أحيانا، عليك وقتها بذل مزيد من الجهد والإيمان ببعض الأشياء التي تحبها في نفسك والعمل عليها، والعمل على تعزيزها لمواجهة الأشياء السلبية. لا تسمح لماضيك بأن يؤثر على مستقبلك، فقد تعتقد أحيانا بأنك لا تمتلك أي قدرة لتحقيق أي شيء بسبب فشلك في الماضي. فقط استغل فشلك وأجعله دافع لك لتقويتك ودفعك نحو النجاح. عليك التدريب على كيفية التأقلم مع الضغط العصبي، وما يحفز ذلك هو الرغبة بعدم الاستسلام. فما ينبغي عليك هو ضرورة إيجاد بعض طرق التعامل مع التوتر لكي تمهد الطريق نحو النجاح وتحقيق الأهداف. كن شخصا فعالا في المجتمع إذا كنت تمتلك رغبة حقيقية بعدم الاستسلام، ولا تتعود على اختلاق الإعذار لتبريد عدم نجاحك. فقط عليك أن تضع خطة لنجاحك، وعليك أيضا أن تضع بعض الأهداف المقنعة والمنطقية. وبس كده الفيديو انتهى. يا رب تكون المعلومة عجبتك واستفدت من المعلومة، وما تنساش بقى تشارك الفيديو لأصحابك عشان يستفيدوا، وما تنسانيش باللايك والكومنت الحلو بتاعك والاشتراك. لا تبخلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وبس كده الفيديو انتهى، إلى اللقاء، سنعود بعد قليل.